القصة ديال اليوم هي قصة ديال الرعب، وبالتالي كنصح أصحاب القلوب الضعيفة أنهم ما يكملوش الفيديو معنا حيت يقدروا ما ينعسوش بالليل. أنا سميتي ياسين وعندي 38 عام. هاد القصة وقعت لي قبل 12 عام، حكيتها للناس وبداو كيضحكوا، وحكيتها لوحدين اخرين اللون ديال وجههم بدا كيتبدل. اما انا باقي اليومين هذا مازال ما عرفت واش داكشي اللي وقع كان بسبب جنون ولا شي حاجه اخرى. القصه بدات ملي شريت الدار بواحد الثمن رخيص بزاف، رخيص اللي دار لدرجه انه حتى واحد ما غيتيقني الا قلت ليه الثمن. كانت دار كبيره، جوج ديال الطوابق وحديقه صغيره في حي مكالمي الضواحي ديال مكناس. انا ومراتي كنا فرحانين بها حيت اخيرا غادي يكون عندنا دارنا ديالنا بوحدنا بسميتنا. واحد المره جا عندي واحد الجار وقفني وقال لي الا قدرتي تبيعها بيعها. ضحكت وقلت ليه علاش؟ جاوبني هو غير بيعها ومشى وخلاني. الايامات الاولى دازو عاديين، ما كاين لا اصوات لا اشباح لا والو، الدنيا مكالميه وكل شيء هذا. بديت كنقول بلي الناس غير كيبالغوا وبلي حسدونا عليها وما بغاوناش تما. حتى جا اول حادث، كنت ناعس مع مراتي، فقت مع 3 ديال الليل سمعت صوت ديال الجرة في الطابق الفوقاني، بحال شي دري صغير تيجري تما من بيت لبيت، تك 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 تك. فقت مراتي ملي سمعت حتى هي الصوت، طلعنا نشوفو ما كان حتى واحد تما والو، الدنيا خاويه كلشي في بلاصتو. رجعنا نعسنا والغد ليه تعاود نفس الشيء، نفس الاصوات بحال دري صغير تيجري الفوق، وبعدو والنهار اللي بعدو والنهار اللي بعدو كل ليله نفس الوقت 3 ديال الليل بالضبط. قلت يمكن شي حاجه كاينه في الخشب ولا السقف. جبت تريسيان، جبت بلومبي، جبت كيقلبوا على شي مشكل، ما كاين حتى شي سبب. قلبنا كاع البلايص اللي قلنا يكون فيهم مشكل، السقف، الارض، الحيوط، حتى من الماريوات البلاكارات اللي تما قلبناهم والو ما لقيناش السبب. من بعد اسبوع بدات البيبان كتحل بوحدها. في الاول قلنا غير البرد هذاك، لكن المشكل هو ان الابواب كانت كتحل وهي مسدوده بالساروت. سديناها وتاكدنا بلي سديناها بالساروت. مراتي ولات كتخاف، اما انا فالصبر ديالي بدا كيتقادا. واحد المره بقيت سهران حتى 3، قلت نشوف شنو واقع في تما. جلست في الصالون والدار ساكته حتى وصلت 3 ديريكت، وعلى غفله بديت تسمع واحد الكرسي كيتجر في الطابق الثاني. بشويه 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 كتسمع الكرسي كيتجر. قسما بالله الا شعري وقف والقلب ديالي ما باش يوقف. طلعت بواحد الشجاعه ولا ما عرفت نقول لكم واحد الغباء، ما عرفتش. حليت الباب والو، البيت خاوي، لكن الكرسي كان وسط الغرفه وانا متاكد باللي كنت مخليه في القنت ديال البيت. من ذاك النهار بداو الكوابيس. انا ومراتي كل ليله نفس الحلم، دار كبيره غارقه في الضباب وواحد المراه واقفه حدا الشرجم. كل مره كتقرب كتر لكن عمرنا شفنا وجهها. قررنا نجيبو واحد الفقيه، جا قرا القران في الدار، بقاو شي ساعتين المكانه ومن بعد خرج وجهو صفر. قلت ليه شنو كاين؟ جاوب ما غاديش نرجع لهنا، ومشى ما عطانا حتى وقت. من بعد جبنا واحد الراقي اخر قال الدار خاصها القرايه ديما، ولكن الاصوات بقات. والمخيف في الامر انه من بعد ما مشاو هاد الرقات الاصوات تزادوا. مره بنتي الصغيره اللي كان في عمرها 6 سنين جات واحد النهار وهي كتبكي، قالت لي يا بابا علاش المراه كتجي للبيت ديالي؟ كرمت في بلاصتي. قلت لها اش من مراه؟ قالت لي ديك اللي كتوقف حدا الباب في الليل. من ذاك النهار بنتي ما خليتهاش بقيت نعس بوحدها. دازت شهور والدار عندي انا ولات بحال الجحيم. الضياف ما كيبقاوش مرتاحين، اللي بات
لا قلت ليه تيمشي بالزربه. الكلاب ديال الجيران ما تيقربوش للسور، والناس بداو كيتجنبوا ويهضروا معنا. قررت نقلب على تاريخ ديال الدار، ومشيت بديت كنقلب ونقلب ونقلب. مشيت للارشيف البلدي، وهنا اكتشفت واحد الحاجه غريبه. في الخمسينات كان ساكن فيها واحد الطبيب، عنده مراتو وبنت، وفي واحد الليله غامضه لقاوهم كاملين ميتين في الداخل تاع الدار. الملف لقيتو مسدود بلا تفسير، يعني هذيك الجريمه ما لقاوش ليها الحل. قلت يمكن هذه هي القصه، لكن الحقيقه كانت اسوأ من هذا الشيء. حيت ملي بقيت كنقلب كتر لقيت بلي حتى داك اللي شرى الدار من بعد ما ماتوا هذوك الناس تا هو مات، ووقعوا حوادث مماثله من بعد هاد الناس هادو. يعني اكثر من 3 ديال العائلات في 60 عام كلهم خرجوا من الدار يا ميتين يا منهارين نفسيا. بديت نحس بلي الدار ماشي مسكونه بشي روح، بديت نحس بلي الدار نفسها هي المشكل. الضربه الاخرى جات في واحد الليله، كنت في الصالون بارك بوحدي، مراتي وبنتي عند عائلتها. الساعه كانت 3، وعلى غفله سمعت صوت مراه واضح. اول مره صوت حقيقي قال لي خرج، ماشي مره ماشي جوج، واني قالتها لي 3 المرات. ما تحركتش من الخلعه، كرنت في بلاصتي. في واحد اللحظه تسدوا كاع البيبان في الدار مره واحده، الدار كامله تهزات. من الخلعه ديالي هربت فين الله اعلم، بغيت غير نهرب بلا ما ناخد حتى حاجه. خرجت من الدار، بعت الدار من بعد شهور بواحد الخساره كبيره. ما همنيش الفلوس، بغيت غير نبعد عليها. دابا دازو 12 عام وكنظن القصه سالات، لكن هذا عام قبل لقيت صدفه واحد الراجل خدها نفس الدار. سولتو كيف داير الامور عندك، سكت وشاف فيا وقال حتى انت كنتي كتسمع الجري مع 3 ديال الليل. من بعد ضحك ضحكه خاويه وقال لي انا دابا كنفهمك علاش بعتيها، وسكت. اما شنو وقع ليه من بعد فحتى انا ما عرفتش، حيت ما عمرني رجعت قربت لديك البلاصه من ديك النهار. اخر مره ليا هي ملي هضرت معاه، ولكن هاد القصه هادي اللي وقعت ليا ما عمرها غتنسى ليا.